سلام حبيباتي، مرحبا بكم في قناتي ليديليس دنينة. كما راكم تشوفوا ما كنتش ناويه ان نصور فيديو، لكن صورت لقطات وقلت لما لا نشاركها معاكم. علاش لا محاجب في الساشي، يعني العجين يكون في الساشي. انا خلطت درت سميد عادي، سميد رطب مع كمشه تاع فرينه، يعني هكا ترفديها بيدك، يعني قيس فنجان فرينه. تخلطيهم، ديري الملح والماء، تخلطيهم ويكونوا جاريين شويه طري، العجين يكون طري. ديري الماء تياد، يعني الماء يكون ما بارد ما سخون، دافي، وديريهم في الساشي وتغطيهم بسينه واحده اخرى. هنا انا جبدتهم من الساشي بعد ما ريحوا، خليتهم ريحوا ساعه ولا، جبدتهم لقيتو مازال شويه مخصوص الماء، زدت له شويه ماء، عاود درتو في الساشي وخليته ريح لمده ساعه، مليح ليه الراحه. شوفوا دوكا كي راني نحي فيه من الساشي، الله يبارك تدلك، جامي تعبت جامي عييت. يعني كي شفت العجين ولا هكا قلت علاش لا ما نشاركش معاهم هذا الفيديو. لا بغا ما صورتش كيفاش خلطت العجينه، سمحوا لي كاش مره راح نعاودها معاكم كيفاش خلطتها. بعد ما تدلك وطلق روحو، قطعتهم هكا كيفاش راكم تشوفوهم دوائر، درت لهم الزيت وهنا بديت نحل فيهم. جاو محاجب ولا اروع صراحه. العجينه تاعهم خفيفه، ما تتكسل كيما تحبي، اديها وين تحبي، جامي يتقطع العجين نتاعها. وهنا راكم تشوفوا كي بديت نحلهم. كما قلت لكم انا درت سميد ودرت قيس في كاس شوب هكا تاع فرينه، ماشي كبير بزاف وماشي معمر، درت شويه تاع الفرينه. كاش مره ان شاء الله باذن الله راح نعاود نديرهم، نعاود نشارك الوصفه هذه معاكم كيفاش خلطت العجين. هنا راكم تشوفوا كيفاش حليتها وجامي تقطعت ما شاء الله، الله يبارك. يعني ما راحش تتعبي. اللي ما تحبش دير المحاجب، ما تحبش دير المسمن، تولي تحب ديرهم باسكو جامي راح يتعبك هاد العجين. او ما كاش هذيك تدلكي وتعيي مع العجينه، يخرج من الساشي مدلوك. وهنا شتوني كيفاش طويتها. هنا نقدر نقول اللي يجيها صعيب العجين باش ترفدو ولا تخاف يتقطع لها بالحش ولا، دير هاد الطريقه. كاين اللي يديروا ديريكت كي يحلوها كامل، اللي يديروا المحاجب ويبداو يطبقوا فيها، كل واحد وكيفاش يدير. انا تجيني هاد الطريقه سهله. وهنا درتهم يطيبوا. انا شوفوا الله يبارك معمره بالحش وتنفخت، الله يبارك ما شاء الله. دارت النبولات هادوك، شوفوا غير تقلبيها تبدا تنفخ. راكم تشوفوا كيفاش راني صراحه كل ما نطيب، كل ما نشوف حبه تنفخت في الطاجين يعجبني الشكل تاعها نفيلميها. تعجبني حبه واحده اخرى تنفخت اكثر من الحبه الاولى. هاي لك هذه الله يبارك ما شاء الله. كل ما نشوف وحده تنفخت نفيلميها. نتمنى تجربوهم، وراح ان شاء الله عن قريب اللي راهو حاب يشوف كيفاش خلطت العجين يخلي لي في الكومونتير ويقول لي راح نديروه. هنا في الاخر خليت 2 حبات ولا 3 درتهم مسمن للقهوه. شوفوا كيفاش تنفخ، الله يبارك، مخده ما شاء الله. ما راحش تعياو وديروهم صراحه. شوفوا ما شاء الله، ما من اللون نتاعو، الله يبارك. نقول لكم بما انه وصلت لنهايه لا فيديو، اللي ما اشتركتش في قناتي تشترك، جيم لا فيديو، بارطاجيو لا فيديو وابوني للقناه باش يوصلكم كل جديد مني. سلام.